عامين وانا نحرك في اعصابي ضد المروك اونتي ماروك، ومن بعد نسمع بالمراكه راهم جايين يخدموا في الجزائر عادي، يدخلوا بالالاف. الارباب تاع المخدرات في العالم هما المراكه، مدخلهم مدخلين السحر، مدخلين الحرائق، مدخلين السرقه، كاع دعاوي الشر كاع جابوها. انا الان اتكلم الى السلطه الجزائريه، والله العظيم نتكلم على السلطه درك. فهمونا درك، هاد الناس راهم يسبوا فينا في مواقع التواصل الاجتماعي في وسائل الاعلام، ليل نهار يسبوا في الجزائر ويعايروا في الجزائر ويشكوا حتى في قدرات الجزائر، الجزائر طفي في النار وما يقولك لا لا مازالت شاعله. ومن بعد تستقبل المواطنين تاعهم في البلاد هنا، تعطي لهم العمل، تخليهم يخدموا ويجوا يزاحموا الجزائريين في خبزتهم. فهمونا درك، اذا كانت العداوه تاع السلطه الجزائريه للنظام المغربي غير جاده، قولوا لنا باش نجبدوا رواحنا. انا ما نحركش اعصابي، انا نقعد عامين وانا نحرك في اعصابي ضد المروك اونتي ماروك، ومن بعد نسمع بالمراكه راهم جايين يخدموا في الجزائر عادي، يدخلوا بالالاف. فهمونا درك، فهمونا. العلاقات الدبلوماسيه مقطوعه ولا مش مقطوعه؟ هاد الناس اللي يسبوا فينا راكم تتصرفوا معاهم ولا لا؟ ولا غير احنا مقدمين الشرف تاعنا ومقدمين العرض تاعنا ورافدين ارواحنا على اكفنا، رافدينها نحاربوا فيهم ونحاربوا في الكيان الصهيوني، وفي التالي يدخل المروك يعبر المطار ويروح يجي يخدم هنا في الجزائر عادي، ولا يروح يحرق لي غابه عادي. لازم نفهموا هذه المعادله، لازم يفهمونا فيها، نفهموها، لكن لازم نفهموها. سبحان الله، حنايا نحرقوا في اعصابنا عامين وانا نحرق في اعصابي عامين، وانا ما خلوا لي عرض، ما خلوا لي شرف، مرمد في المعركه هذه، ودائما واقف في الصف الاول تاعها. نتلقى رسائل التهديد من المعاير الدنيا، وليت ربما اكثر شخصيه في العالم تعرضت لهذا التشويه على جال بلادي، وندافع على كرامه بلادي وتراث بلادي، وندافع على الشهداء على البلاد هذه، وندافع، ومن بعد في الاخير يجوا داخلين المراكب المطار يزعبلوا. يفهمونا درك، خايفين منهم، شادين علينا حسيفه، ساحرينكم، ما يدخلوش، ماناش قابلينهم، ماناش قابلين المراكب في الجزائر، يخرجوا يبعدونا. عاودوا لهم تاع 75، عاودوها لهم، ما نقبلوهمش، والله ما رانا قابلينهم، عاودوها لهم. او سبحان الله، والله غير قال لي اليوم داخلين من المطار، قال لي داخلين يزعبلوا، رافدين لي ساكودو، قال انا جايين نخدموا. انا راني نتعب في روحي انا، والناس يتعب في روحها، ومن بعد غابه تتحرك تقول لي انا نحقق شكون يحرقوها لك، هما باينه باللي يحرقوها لك. العدو نتاعك داخل عادي، دخلها مبارك بحمارك، العدو نتاعك داخل فاتح له المجال يدخل سون فيزا، جاي فايت، ومن بعد تقول لي كيفاش تحرقت غابه، ولا كيفاش صرع اعتداء في المكان الفلاني، ولا علاش انتشرت السرقات، ولا علاش المخدرات راه منتشره في المجتمع. علاش حنايا في 2001 قبل 2021 كانت المخدرات تتباع في المدارس؟ ما كناش نعرفوا هذه الظاهره. ملي دخلوا البراطيش هذو دخلوا الجزائر عندنا نسمعوا بالتجاره تاع الحبوب المهلوسه. ما كانتش موجوده هذه التجاره في الجزائر، وما كانتش مزدهره، ما كناش نعرفوها. ومن بعد تستغرب، ما تستغربش، مش من حقك انك تستغرب، انت فاتح للعدو يدخل. تقول لي المخدرات، انتشرت المخدرات في الجزائر، وانت جايب صناع المخدرات، الارباب تاع المخدرات في العالم هما المراركه، مدخلهم. يجي داخل من المطار، يجي داخل من تونس، يجي داخل من الصحراء، يجي داخل بارتو، يجوا داخلين، يجوا لابدين لي ساكودو تاعهم، انا جاي نخدم عندك، ما تخدمش عندي، ما نحتاجكش. او احنا نحرقوا في اعصابنا. الواحد تقريبا كل ليله هو ينهج كيما هكذا، كل ليله يهضر، ومن بعد يجي مروكي نورمال، يجي داخل عادي، ما يدخلش راه عدو، طابور خامس، ماناش ماملينهم. من وين بدات لنا هذا الانتشار تاع المخدرات في الجزائر؟ من 2021، والله غير ملي قطعنا معهم العلاقات ولينا نسمعوا على حكايه هذه الشبكات الاتجار بالمخدرات واستغلال القصر في هذا الامر، وبدينا نسمعوا بالحرائق تاع الغابات، وما كناش نسمعوها، ما كناش نعرفوها، نعلو بليس، كناش نعرفوها، والله ما كنا نعرفوها. اذا كانت كلامي راه غلط قولوا لي راه غلط، نتكلم على الجزائريين، اذا كان كلامي راه غلط راني غلط. والله ما حملتها. كان قاعد معايا قال لي جايين داخلين بلي ساكودو نتاعهم ورافدين لي باسبور، علاش جايني جاي نخدم، لا فيزا لا والو، جي فايت نورمال. وحده مؤثره، ما مانيش عارف انا مصريه ولا اردنيه ولا مانيش عارف، جابت لك باسبور امريكي، قالت لي ندخل، قول لها ما تدخليش، المروكي يدخلوا، الامريكانيه ما تدخلش، مهبول انت والله. سبحان الله، سقمونا الامور، ماناش قابلين هذا الامر، والله ما رانا قابلين، وانا انفعلت. وجايين غير يفسدوا في اخلاق الجزائريين، رانا نشوفوا فيهم، مش راهم يديروا السحر. حنا كان عندنا السحر في الجزائر، كنا نسمعوا به، حنا
ولا في كل دوره كاين حراز في كل دوره، والله غير في كل دوره. السحر والشعوذه ونسبه الطلاق راه خلات ما بين يطلقوا الجزائريه من راجلها وتديها المروكيه. والله غير دخلوا السحر للجزائر، والله ثاني والله العظيم حالات اللي كنت نحكي معاهم قبيل. مدخلين السحر، مدخلين الحرائق، مدخلين السرقه، كاع دعاوي الشر كاع جابوها، وحنا قاعدين نهضر. على واش راني قاعد نهضر؟ راني قاعد نعادي فيهم. على واش؟ ياك راهم يسبوا لك في الشهداء نتاعك، راهم يسبوا في الرئيس تبون، راهم يسبوا في شنقريحه، راهم يسبوا في الجيش، ومن بعد تفتح لهم يدخلوا. افرض على عازرينهم الفيزا، افرض على قسام من حلو في الفيزا، والله ممنوع الدخول بالفيزا وما تدخلش. ما كانش، ما نعطوكش فيزا ما تدخلش. او ما في واش راهم يخدموا؟ واش راهم يخدموا البلاك وبلاطر من قله راه عندك هنا الناس راه تتفنن فيه. حاقرينهم برك. العقليه نتاع الجزائري عقليه قال خدمها لي مروكي باسكو رخيص، يخدم بابخس الاثمان. يخدمها لك الجزائري يخدمها لك بالغلا، وخدمها عند الجزائر، يخدمها لك وليد بلادك. ما تجيبولناش هاد الناس اللي راهم هلكونا سيدي، هلكونا. لا يلا والله المخدرات غير هما اللي جابوها، نحلف والله. باسكو انت قيس ابدا دير قياسات في راسك. من 2021 فقط بدات عندنا هذه المظاهر بعد القطع تاع العلاقات الدبلوماسيه. والله غير باش بدات هذه المظاهر عادوا يدخلوا بشكل كبير اكبر من المرات اللي فاتوا، ورجعوا وظهرت عندنا جرائم ما كانتش موجوده في المجتمع الجزائري، ما كناش نعرفوها. كانت موجوده ولكن قليله جدا. المخدرات كانت موجوده، كانت الناس يا ربي كيف واحد ذا مره في الوقت. السجون هاي معمره بالشباب الجزائريين، خافوا ربي. تاكد باللي كي دير التحقيق تلقى الا وراهم بارونات تاع المروك هما اللي يديروا في هذا الشيء. ولادنا راهم شاو في الاحباس بسبه المخدرات هذه. لا نعرف اغراق الجزائر بالمخدرات مباشره بعد قطع العلاقات مع المروك. والمرار كي عندك بزاف يدخلوا. كيفاش انت فاتح لهم الباب يدخلوا، ومن بعد تقول كيفاش منين جاتني المخدرات؟ جابوها لكم ما باينه، مش محتاجه ذكاء. الغابات كتمت الشمس تاع سيدي ربي من بكري، والسخانه تاع سيدي ربي من بكري. ما تحرقوش الغابات تاعنا، ما كناش نسمعوا الغابات تاعنا يتحرقوا. دوكا ولينا ملي قطعنا العلاقات مع المروك الى يومنا هذا كل صيف نفوتوه في حرائق غابات. ومازال ما فقتش. لا اطردوهم علينا، اطردوهم. اللي عنده فقط سبب تاع لاجئ سياسي، اللي عندهم لجوء سياسي ولا اللي باينين، هذوك الله يسهل عليهم، هذوك راه نظام اخر، ما هذيك قضيه اخرى. بصح الناس هذه اللي داخله دخلها مبارك بحمارك، يروح يلبس الصنداله تاعو، يهز الساكود نتاعو، راني رايح للجزائر، رايح لزريبه انت والله، وتفتح له يدخل ويقول لك راني جاي نخدم. قال لي سقسيتهم قال لي قلت لهم جايين نديروا في الجزائر؟ قالوا انا جايين نخدموا. والجزائريين واش راهم يديروا؟ اذا هذوك جايين داخلين يخدموا الشباب تاعنا واش راهم يديروا؟ والادهى والامر انه يقول لك لا دايرينها ترانزيت باش يحرقوا لاوروبا. او هذه راه جريمه اكبر من المخدرات. هذه راه المتاجره بالبشر. هنعلو بليس لا اله الا الله محمد رسول الله، ما تخلوناش ننفعلوا بهذه الطريقه.